بكرة 12 أغسطس توتال سولار إكليبس في برج الأسد. يعني كسوف الشمس كامل في برج الأسد، وده وقت بيكون فيه تغييرات كتير، بيكون دعوة إن احنا ننسجم أكتر مع هويتنا الحقيقية. بيحصل turning points، بيحصل نهايات غير متوقعة، بيحصل بدايات جديدة. بنحاول إن احنا نلت جو من الحاجات اللي مش شبهنا، اللي مش منسجمة معانا. دعوة إن احنا نبطل نأدي في حياتنا، أو إن احنا نمثل دور أو شخصية مش ماشية ومش منسجمة مع ذاتنا الحقيقية. دعوة إن احنا نبص جوانا. بيكون فرصة يحصل فيها reinvention، يحصل فيها rebirth. مش لازم الترانسفورميشن يكون إن احنا هنبقى حد تاني احنا ما كناش الحد ده. ممكن ترانسفورميشن يكون ان احنا نبص بس جوانا، نشوف ايه الحاجات اللي ما بقتش مناسبة لينا، او اللي مش حقيقية، او اللي مش نقية 100%، اللي احنا مش بنعملها واحنا نيتنا وقلبنا بيقول لنا ان هي دي الحاجة المناسبة لينا ولشخصيتنا. نحاول ان احنا ننسجم جدا مع هويتنا الحقيقية. فحاولوا تراجعوا حساباتكم، حاولوا ان انتوا تلتجوا وتسيبوا الحاجات القديمة اللي ما بقتش مناسبة ليكم. حاولوا ان انتوا ترجعوا تفتكروا انتوا مين، شخصيتكم الحقيقية اللي جواكم. انتوا مش محتاجين ان انتوا تبقوا حد تاني، مش محتاجين تمثلوا، مش محتاجين تأدوا شخصية. انتوا محتاجين بس شوية الطاقة اللي موجودة بكرة دي ان انتوا تستغلوها، لان هي تعتبر كأنه باب مفتوح لبعد جديد. فحاولوا ان انتوا تفتحوا قلبكم وتدوروا جواكم على الحاجات اللي خلاص ما بقتش مناسبة ليكم، او الحاجات اللي انتوا بتعملوها اللي مش ماشية 100% مع شخصيتكم، وحاولوا تفتكروا انتوا مين.